الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، جميعنا تابع مؤتمر ما يسمى مؤتمر تكوين، وأن هذا المؤتمر كما هاجمه الكثيرين يدعو للإلحاد، ويدعو للملحدين، ويدعو لهدم الدين، ويدعو لمهاجمة الأديان. فما هي حقيقة تكوين؟ وهل هذا الأمر جديد؟ وهل هذه المؤامرات جديدة؟ وما هي تأثيراتها على الإسلام والمسلمين؟ بداية أبشركم، وكلامي موجه للمسلمين خاصة ولغير المسلمين عامة، بأن هؤلاء ولا يهمنا من يكونوا، لأننا نعلمهم ونعرفهم ونعلم من وراءهم. ولن أقول كما يقول البعض وراءهم الماسونية، وراءهم الشيعة، وراءهم الملاحدة، وراءهم العقلانيين. لا لا لا، سيدهم ورئيسهم نعلمه ونعرفه، ونحن على اطلاع من هو. ونحن منذ أن خلقنا الله نخوض معركة مع هذا المخلوق، نعرفه. فلا تهمون شيء، لن تهمون شيء، افعلوا ما أردتم، نعلم. فقد حذرنا الله. سيدكم هو إبليس، نعلم. لا وراكم يهود، ولا وراكم نصارى، ولا وراكم مسلمين عقلانيين وملحدين، ولا شيعة ولا غيره. أنتم أتباع إبليس، نعرفكم. نعم، لقد نجحتم بإدخال أفكار مسمومة لبعض العقول. نعم، لقد نجحتم بإدخال الإباحية. نعم، نعم، لقد تآمرتم على أولادنا بالأفكار الهدامة وبالمخدرات وبما يسمى بالحريات. نعم، لأنكم أتباع إبليس الذي قال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وليس المخلصين، المخلصين. فهذه رسالة للعالمين، وليست رسالة لكم. فأنتم أضعف مما تتصورون. الشيطان وإبليس ينفخكم بأنكم على شيء، وأنتم لا تساوون غبار نعل مؤمن، ولن تؤثروا على غبار حذاء مؤمن.
لذلك الرسالة ليس لكم، الرسالة للمؤمنين من أهل الإسلام وغير أهل الإسلام. ولعل بروز بعضكم يهدي غير المسلم إلى الإسلام، لأن الله عز وجل بعث الإسلام للعالمين، وبعث الإسلام لينقذ العالم. يا أحبة، الإسلام موجود لإنقاذ العالمين من الإنس والجن. الإسلام جاء لرحمة الناس، فأراد إبليس وأتباعه من هؤلاء أن يضلوا الناس، فبدأوا بالطعن بالدين. كيف يطعنوا في الدين؟ بدأوا بمن نقل الدين. الآن لو تابعت مؤتمرهم البائس، بدأوا بسيرة ابن هشام، وقالوا ما قالوا أن هذه السيرة فيها ما فيها. بدأوا بطعن في السيرة. ليش؟ لأنه السيرة هي أحداث حدثت منذ أن بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أتم الله الدين على يد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استمر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين بنشر الدين. فإذا أردت أن تطعن في المنقول فتنتقد الناقل، هذا شيء مكشوف وهذا شيء مفضوح. لذلك تجد الشيعة الشنيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، هم كيف أقولها، هم أحذية عند هؤلاء، عند إبليس. هم أحذية عند إبليس، لأنهم يعملوا على الطعن في من نقل أعظم رسالة أنزلها الله عز وجل على العالم، وهي رسالة لا إله إلا الله. أيها الناس، أين المشكلة عندك في أنه لا إله إلا الله؟ هذه هي الرسالة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الرسالة. وأنت موعود إذا حققت هذه الأهداف التوحيد أن تعيش خالدا مخلدا في الجنات. أليس هذا كل ما يحتاجه أو يريده أو يطمع له الإنسان، أن يكون سعيدا؟ فبعث إبليس هؤلاء إليكم، اختاروا الله عز وجل الرحمن الرحيم، بعث لكم بالأنبياء، وبعث لكم بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لينقذكم ويخرجكم من الظلام إلى النور وتكونوا من أهل الفردوس الأعلى. وهؤلاء بعثهم إبليس اللعين ليخرجوكم من النور إلى الظلمات ويعدوكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويعدكم نار جهنم وسيتخلى عنكم. وفي خطبته الشهيرة وهو في جهنم سيتخلى عنكم يا أهل الإلحاد، يا ملحدين، سيتخلى عنكم إبليس. الآن أنتم النعال عنده، لكن سيتخلى عنكم.
لذلك نحن نشعر بطمأنينة. نعم، نجحتم إلى حد ما في إضعاف الدين، ولا لا أقصد في أهل الدين. تآمرتم على أولادنا، تآمرتم على بناتنا، تآمرتم على أخلاقنا، تآمرتم على موروثنا. نعم، لكن أحذركم، فسيستيقظ المارد الإسلامي. والمارد الإسلامي أيها الأحبة هو لا إله إلا الله، هو التوحيد، هو الرحمة. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. نحن نريد الرحمة لكم أيها، وخطابي هذه للناس أجمعين. الإسلام هو دين المستقبل، كلام لا غبار عليه. نحن موعودون وموعودين بالنصر. قصة النصر ليس معارك فقط، موعودون بأن التوحيد سينتشر بعد هذا الفساد منكم ومن سيدكم إبليس، لكن سيعود التوحيد، وستنتشر تعاليم التوحيد، وستنتشر أخلاق أهل التوحيد. لذلك ردا على هؤلاء أتباع إبليس أقول للمسلمين: اتقوا الله. العمل أن تتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لن يستطيعوا أن يفعلوا لك شيء. والرسالة الأخرى لغير المسلمين: تعالوا معنا إلى الإسلام لندخل معا إلى جنة الله. تعالوا حتى نرضي الله خالقنا وخالقكم. الرسالة لنا جميعا. فاتقوا الله عباد الله، ولا يغرنكم هؤلاء ولا أفكارهم الإبليسية، فهم مكشوفين مفضوحين. والله أنهم مفضوحون، والله ثم والله ثم والله أنهم مفضوحون. مفضوحون. واحد بشكك في رسالة الله، هذا الفرح نفسه. لكن فليتق الله المؤمن والمسلم وحتى غير المسلم، ويكون رده لا إله إلا الله محمد رسول الله. ردنا على هؤلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. والعاقبة للمتقين أيها الأحباب. العاقبة لكم أيها المتقين. هذا هو الرد. والله ما بيأثروا على أحد هؤلاء، لكنهم يعني أصحاب فكر ضوضاء، يعني يزعجوك. نعم، لكن من كان قلبه مطمئنا بلا إله إلا الله لن يضره. فتعالوا إلى لا إله إلا الله، تعالوا إلى التوحيد، تعالوا إلى الإسلام. سينقذكم من هؤلاء وأتباعهم الذين يعملون تحت إطار إبليس الذي قال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أخلصوا فأخلصهم الله، فأصبحوا مخلصين. المخلص أعلى رتبة من المخلص، فالمخلص أخلص. فإذا كان إخلاصك وإيمانك وهدفك وروحانياتك وصدرك فيه لا إله إلا الله، فسيخلصك الله. وهم ستراهم يوم القيامة في جهنم، هذا مأواهم. لذلك لا يغرنكم هؤلاء ولا غيرهم، بل إذا رأيتهم ولا سمعتم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نعرفكم ونعرف سيدكم إبليس، وأنتم أتباع إبليس. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي المسلمين ويرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يهدي غير المسلمين إلى الإسلام وإلى لا إله إلا الله محمدا رسول الله. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين.